سمعنا قصص كثيرة عن الكفاح والفشل والنجاح، بس قصتنا اليوم عن بطل حقيقي. كل اللي سمعته عن هذا الولد خلاني أضحك على مشاكل التافهة اللي كنت أمر فيه، أشوف إنه خلاص دمرني، بس والله كل اللي تمر فيه ما يعادل قطرة من اللي عاشه هذا الولد. قصتنا اليوم عن ابن بلدي فياض الكندي. بدأت القصة مع والد فياض، طلع تقاعد مبكر بسبب ظروفه الصحية، وقتها كان راتب التقاعد 119 ريال فقط، وبعد التقاعد بسنة أصيب والد فياض بفشل كلوي، وظل يراجع المستشفيات لفترة طويلة علشان الغسيل. بعد المعاناة والغسيل لفترة طويلة قرر والد فياض يروح العراق ويزرع كلى، ونجحت العملية، وبعد العملية أموره كانت طيبة لغاية 2003. الكلى اللي زرعها في العراق فشلت مرة ثانية، استمرت معاه فقط 5 سنوات، ورجع مرة ثانية على نفس المعاناة اللي كان يمر فيها قبل الزراعة الأولى. وفي 2005 قرر يزرع مرة ثانية، بس هالمرة في باكستان، والجمعيات الخيرية ما قصرت معاه، تبنت الحالة وتكفلت بمصاريف العلاج، والحمد لله حالته الصحية استقرت ورجع للحياة الطبيعية مرة ثانية. نرجع كم سنة للخلف. انولد فياض الكندي في عام 2002. مع ولادة فياض كان يعاني من أمراض وراثية مزمنة، مرض أنيميا الفول. أعراض المرض شحوب الوجه، إرهاق وتعب شديد، اصفرار حاد في الجلد والعين، وتسارع ضربات القلب. والمرض الثاني هو فقر الدم. هذه حالة طبية تقل فيها نسبة الهيموغلوبين في الدم عن المستوى الطبيعي، ويسبب ضعف قدرة الجسم على نقل الأكسجين لكل الأعضاء والأنسجة. وانتم بس تخيلوا معي وضع الأم الشجاعة في هذا الوقت. زوجها كان يعاني من الفشل الكلوي، وفي نفس الوقت ابنها الرضيع كان يعاني من أمراض مزمنة، وما كان معهم حد يساعدهم غير جدة. الأم كانت تتنقل من مستشفى إلى مستشفى، بس الحمد لله والد فياض استقرت حالته الصحية. بس فياض الكندي كان ما زال يعاني. في سنة 2007 حالته الصحية زادت سوء لدرجة أنه تم نقله إلى العناية المركزة، وتغير دمه بالكامل وهو عمره 5 سنوات. وبعد مرور 5 سنوات أنعم الله عليهم بمولود، بس للأسف هذا المولود كان يحمل نفس الأمراض الوراثية، بس كانت أعراضه أهون من اللي مر فيها فياض. وما ننسى فياض يحب الرياضة بشكل كبير، بس مع هذا المرض ما كان يقدر يبذل مجهود ولو 1%، لأنه راح يتعب مباشرة، جسمه ما كان يقاوم التعب. وفي 2014 حس بمشاكل وألم من جديد، بس هالمرة ما بسبب الأمراض اللي كان يعاني منها. هالمرة لما سووا له فحوصات وأشعة اكتشفوا انه عنده حصى في المرارة، والدكتور أصر عليه انه يسوي العملية عنده، بس فياض ووالدته ما كانوا راضيين، قالوا بنشوف مكان ثاني، لأن المستشفى اللي مسوين فيه الفحوصات جودة العمليات عندهم ما ليه هناك. وعائلة فياض نوعا ما كانوا مرتاحين، وأصلا ما كانوا مستعدين للمجازفة، خصوصا بعد العذاب اللي مر فيه، بس الدكتور أصر وعطاهم موعد العملية. وعائلة فياض تجاهلوا الوضع تماما وقرروا يزوروا مستشفيات ثانية. بس سبحان الله في نفس الموعد اللي عطاهم الدكتور في نفس اليوم تعب فياض بشكل كبير، واضطروا انهم يرجعوا لنفس المستشفى. وبعد ما اخذ مسكنات واستقرت حالته شوي، الدكتور ضغط على عائلة فياض انهم يسووا العملية فورا. وافقت العائلة وتوكلوا على الله، وليتهم ما وافقوا، بتعرفون ليش. المهم نجحت العملية ورجع فياض للبيت، بس بعدها بفترة فياض بدأ يستفرغ دم، والدم اللي استفرغه ما كان بسيط، كان شيء ما ينوصف. وقتها استفرغت دم، ودم بكميات رهيبة وعجيبة. وبعدها مباشرة خذوه إلى مركز صحي، لأن المستشفى أبعد من المركز الصحي، وعلى طول المركز الصحي طلب الإسعاف، لأن المركز الصحي ما عندهم الصلاحية والقدرة إنهم يتعمقوا في العلاج. وتم نقل فياض إلى المستشفى في أسرع وقت، وعلى طول دخل إلى العناية المركزة من جديد. وفياض وقتها كان مستفرغ دم تقريبا من 4 إلى 5 مرات، ونسبة الدم اللي كان في جسمه 2.6 فقط. أنتم متخيلين إيش يعني 2.6؟ في هذه الحالة 3 أشياء ممكن تحصل: سكتة دماغية، وممكن يدخل في غيبوبة، وفشل الأعضاء، والموت. في هذه الحالة الجسم بشكل عام في خطر، لأن القلب والدماغ والكلى ما يوصل لهم أكسجين كافي، والقلب يشتغل بشكل أكبر علشان يعوض، بس ما يقدر يستمر لفترة أطول، وضغط الدم راح ينخفض بشكل خطير، والشخص ممكن يفقد الوعي بالكامل، أو ممكن تسبب جلطات أو فشل كلوي أو توقف القلب. طبعا كل هذا اللي كان يمر فيه طفل عمره 12 سنة بس. وفي اليوم الثاني فياض تعب عليهم من جديد، وهالمرة كان أسوأ من قبل، لدرجة أن المستشفى ما عارفين كيف يتصرفوا معه، وتم نقله إلى مستشفى
مستشفى ثاني. وفي وقتها الدكتور قال ما أتوقع أن فياض يوصل للمستشفى، يعني في احتمال أنه يتوفى في الطريق. الحمد لله أنه وصل للمستشفى وحطوه في عناية المركزة تحت الملاحظة طوال الوقت. وقرروا يبحثون عن سبب الاستفراغ اللي ممكن يكون سبب موت طفل عمره 12 سنة. ولما حطوا الكاميرا في أنبوب صغير علشان يعرفون وين المشكلة بالضبط، ووصلوا جهة المرارة اللي تم استئصالها من قبل، واتضح لهم أن فياض كان ضحية خطأ طبي. الطبيب اللي أصر عليه علشان يسوي العملية عندهم بالغلط مزق الشريان، وهذا كان سبب الاستفراغ، وتم حل المشكلة في وقتها. بس فياض دخل في غيبوبة من التعب والألم، وبعد كم يوم صحى من الغيبوبة وصارت حالته تتحسن يوم ورا يوم. بس قبل لا يطلع من المستشفى حذرهم الطبيب أن ممكن الأعراض ترجع مرة ثانية. بس فياض وعائلته قالوا إن شاء الله يصير خير في وقتها. وفعلا بعد أيام معدودة تعب فياض مرة ثانية، بس هالمرة بدون نزيف، واضطروا أنهم يرجعون لنفس المستشفى اللي صار فيه خطأ الطبي. بسبب هذا الخطأ تعب فياض بشكل كبير، والدكتور اللي سواله العملية بدأ يبرر موقفه، وكان يشرح للأم كيف صار الخطأ. أنا مستغرب أن هذا الطبيب ليش للحين على رأس عمله. المهم الأم قالت لا تشرح لي ولا أشرح لك، وما أتوقع أن راح نستفيد من تبريرك. طلعوا من المستشفى لأن الدكتور ما عرف يتصرف مع حالة فياض مرة ثانية، ويمكن هذه كانت خيرة لأن التجربة الأولى وصلت فياض إلى باب القبر. ورجع للمستشفى اللي تعالج فيه من النزيف، ولما سووا له فحوصات اكتشفوا أن سبب التعب والإصفرار والحرارة كان من نفس الخطأ اللي سبب الدكتور لما مزق الشريان. والدكاترة قرروا أنهم يسووا له عملية ثانية. وفي وقتها قال الدكتور أن نسبة نجاح هذه العملية 10%. وبعدها فياض دخل إلى غرفة العمليات 7 مرات، يعني 7 محاولات فاشلة. وفي وقتها حتى ما قادرين يسفرونه لأنه كان غير لائق للسفر بسبب حالته الصحية. وفي ظل هذه الظروف كان يقدم اختبارات نهائية في غرفة العمليات. والله أنك بطل. وبعد فشل 7 عمليات الدكتورة قررت أنها تعطيه الإذن أنه يسافر للهند ويسوي العملية هناك لأن نسبة النجاح عندهم أكثر. وراحت معهم ممرضة للهند علشان تشرح لهم الوضع. ووصلوا للمستشفى وسووا له فحوصات في نفس اليوم. وفي وقت العملية دخل فياض للغرفة وأهله كانوا ينتظرونه برا. بس الصدمة العملية نجحت من أول محاولة، وفي 20 إلى 30 دقيقة فقط. وفي عمان كانت 7 محاولات فاشلة، وكل محاولة كانت تستغرق 3 ساعات. وحتى الدكتور كان منصدم إن كيف ما قدروا يسووا هذه العملية في عمان. العملية ما كانت صعبة بالنسبة لهم. وقبل خروجهم قال لهم الدكتور إن لازم كل 3 شهور ترجعون تسوون الفحوصات وتغيير البيب. طبعا المستشفى اللي في عمان تحملت تكاليف العلاج والسفر للزيارة الأولى والثانية، بس بعدها قالوا إن ما نقدر نتحمل أكثر. وبعدها الجمعية تحملت تكاليف العلاج جزاهم الله خير. بس ما تنتهي المعاناة إلى هنا. بعد الزيارة السابعة قال لهم الدكتور إن تبديل الأنبوب كل 3 شهور ما عاد يفيدك، لازم نسوي لك عملية جراحية كبيرة وراح تكلفك هذه العملية 7000 ريال عماني. وهنا كانت الصدمة لأن المبلغ كان جدا كبير، وأصلا هم ما كانوا مستعدين لهذا الشيء، وقرروا أنهم يرجعون بدون العملية. بس الأم قررت أنها تبيع ذهبها وتسوي العملية لولدها. بس حد من أقاربهم اقترح للأم أنهم يسووا رسالة ويشرحوا فيها وضع فياض وتطلب منهم التبرعات. وانتشرت الرسالة بشكل كبير، والتبرعات قامت تجيهم من كل مكان. حتى اللي كان ما يعرف فياض تبرع باللي يقدر عليه وتجمع المبلغ. ورجعوا للهند مرة ثانية. بعد النقاش والفحوصات قالوا لا راح نسوي العملية، وتقريبا راح تاخذ من 3 إلى 4 ساعات. بس العملية طولت، والخوف بدأ يسيطر على الأم والأب، واستمرت العملية إلى 13 ساعة بدون توقف. بس في النهاية نجحت العملية وطلع من غرفة العمليات وتم نقله إلى العناية المركزة. وفي الهند العناية المركزة ما أنك تكون في غرفة كبيرة لحالك، راح تكون مع مجموعة كبيرة من المرضى في نفس الغرفة. طبيعي أنك ما راح ترتاح، وخصوصا أنك جاي من دولة ثانية وما متعود على هالأشياء وهالمعاملة في بلادك. وبعد مرور أيام من العملية جابوا لفياض شاشة صغيرة، وخلال هذه الشاشة كان يتواصل مع أمه وأبوه لأنه كان ممنوع دخولهم إلى العناية المركزة. بس بسبب تعامل الطاقم مع فياض أتعب بشكل كبير، لأن حرفيا تعاملهم كان همجي، وفياض ازداد فيه الخوف بسبب هذا التعامل. وشيء طبيعي راح يخاف لأن عمره كان صغير بعيد عن أمه وأبوه وما كان متعود على هذا التعامل. وحتى طريقة العلاج كانت همجية بشكل غريب، ولو تدفع لهم مبالغ ضخمة ما راح تشوف معاملة خاصة، راح تتعامل مثل البقية. ودائما كانوا يطلبون من أبو فياض يروح يشتري أدوية من الخارج، كان يعطيهم أدوية بشكل يومي من الخارج بمبالغ ضخمة. بس حسب ما أنا أعرف طبعهم أن كثير من المستشفيات في الهند أو باكستان يسووا هذه الحركة، خصوصا إذا كنت من برا وجاي تتعالج عندهم. إيش السبب؟ أنا أقول لك، المستشفيات هذه ما تاخذ منك فلوس للعلاج وبس، تخليك تجيب أدوية من برا وبمبالغ ضخمة، ما علشان تتعالج فيها. يمكن اللي تتعالج منه
شيء بسيط، الباقي يرجع للصيدلية مرة ثانية ويتم بيعه مجددا لشخص ثاني، وتستمر الحركة على أكثر من شخص. بهذه الطريقة خذوا منك مبلغ العلاج وخذوا منك أدوية واستعملوا شيء بسيط ورجعوا الباقي ويبيعون الأدوية مرة ثانية، وهكذا يمشي الفيلم. على العموم بعد 7 أيام نقلوا فياض إلى قسم ثاني لأن حالته ما كانت مستقرة. طوال الفترة اللي كان فيها في المستشفى فياض كان يتعذب بشكل يومي، طرق مختلفة سواء في شرب الماء أو في وقت تبديل الأنبوب أو أي تغييرات اللي كانت تحصل في العلاج، لأنهم ما كانوا يخدرون من الأساس. أخلف الوعد وسويوا لي العملية بدون تخدير. يعني تبديل الأنبوب وأي تغييرات في العلاج كانت مؤلمة بشكل كبير، وخاصة لما تكون في وعيك وتستمر العملية وانت تشوف كل شيء وتحس بكل شيء. وحتى وصلوا لدرجة انهم يستعينوا بعامل النظافة علشان يمسك فياض ويتم تثبيته وربطه للعلاج. اجى هذا العامل ايش سوى؟ جلسني وكتفني كذا حرفيا، اتذكر الحركة اللي سوى لي اياها، ومسكني بقوة كذا حتى ما اتحرك ابدا، وبدأ الطبيب يشتغل. وفياض جاته كدمات وجروح ما من العلاج، من العنف اللي كان يمر فيه في وقت العلاج، لأنهم يعاملوا المريض كأنه ثقل عليهم ويريدوا يتخلصوا منه. وأخيرا بعد عناء طويل طلع من العناية المركزة وسمحوا له ياكل ولو شيء بسيط. بس ما انتهى العذاب، في مواقف ثانية صارت معاه وكانت شبه تعذيب ما علاج، بس ما باليد حيلة وتحمل فياض. وبعد 30 يوم رخصوه من المستشفى وسمحوا له بالسفر وقدر يرجع بلاده. بس قبل لا أكمل راح أشارككم صورة فياض قبل لا يسافر للعلاج وبعد ما رجع من العلاج. الطفل بهذا العمر ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد عذاب وتعنيف اللي صار له من الطاقم وخطأ طبي في عمان. حرفيا ما كان باقي فيه شيء. فياض كان عبارة عن هيكل عظمي، بس بعد ما رجع لعمان فياض كانت حالته مستقرة وبدأ يختلط مع الناس نفس قبل، وصارت حياته أحلى بدون مراجعة الطبيب. بس بعد 2 رجعت له الأعراض مرة ثانية والخوف سكن فيه مرة ثانية. تذكر العذاب اللي كان فيه قبل 2 على طول توجه للمستشفى، وكل اللي يتمناه إنه ما يرجع لنفس الجحيم مرة ثانية. بعد الفحوصات قال للدكتور الأعراض اللي مريت فيها قبل 2 رجعت لك مرة ثانية. كان يتمنى أي شيء ثاني بس غير هذا الكلام، ورجع إلى نقطة الصفر مرة ثانية. وإلى اليوم فياض مستمر في نفس العلاج. فياض من الصغر شاف التعب والعذاب، يمكن ناس أكبر منه ما يقدر يتحمل ربع اللي عاشه فياض. أنا عن نفسي لو كنت مكانه والله يمكن ما صبرت، ويمكن تمنيت الموت أهون من هالعذاب. لكن فياض صبر وكافح واجه الدنيا بكل ما فيها من قسوة، والحين بعد كل اللي صار معه لا زال يتعالج، لا زال محتاج وقفتكم ودعمكم. لا تنسوا الكلمة الطيبة والدعاء. فياض حطها في بالك، أنت قدوة لكثير من الناس. استمر في الكفاح واستمر في حب الحياة مثل ما تعودنا نشوفك. الله يحفظك وكلنا معك.